بعدك ما تزوجتي، صرتي ب30 بال40 وبعدك ما تزوجتي، شو ناطرة؟ ليه ما تزوجتي بعد؟ تعليقات بتسمعها كل أنثى بمجتمعاتنا الشرقية، بتسبب لها ببعض الأوقات إنها تحس بالضغط النفسي، إنها تحس إنها هي مهددة، يمكن إنها هي مأخرة، وقد تشعرها هذه التعليقات ببعض الأوقات بالنقص أو إنه هي منا أنثى كافية. كتير صبايا بيتواصلوا معي على الخاص وبيقولوا لي أنا أشعر بالخجل من أسئلة المجتمع حولي عن عدم زواجي. كتير بيوصلني تعليقات وكتير بيوصلني أسئلة ليش أنا بعدني ما تزوجت، أنا شو ناطرة. فهيدا الشيء بحسسني بالكثير من الضغط النفسي، بحسسني بالقلق، بحس حالي يمكن أنه أنا مهددة، بحس حالي أنه أشعر أنه أنا أقل من غيري بس لأنه أنا لم أتزوج. لهيك أنا عملت هيدا الفيديو حتى ساعدك أنت تتخلصي من هيدي المشاعر السلبية اللي بتحسسك إياها هيدي الأسئلة، تتصرفي بسيادة أنثوية أكتر بهيدي المواقف وتوصلي للنتيجة اللي أنت بدك إياها. اللي بدي أقوله بهيدا الفيديو هو إنه في نوعين من الأشخاص رح يقولوا لك هيدي التعليقات، ورح خبرك ليه وكيف أنت تتعاملي مع هيدا الموضوع، وكيف أنت توصلي لمطرح أنك تفصلي بين قيمة أنوثتك ووضعك الاجتماعي. مرحبا، أنا رندا، مدربة أنوثة ومرونة نفسية. إذا عم تشوفي هذا الفيديو معناتها أنت أنثى مهتمة بأنك أنت تعطي قيمة لأنوثتك، وكمان أنت مهتمة بالعلم. لهيك ما تنسي تعملي اشتراك بالقناة وتعملي لايك لهذا الفيديو وتشاركيه مع صديقاتك. كتير بنسمع هيدي التعليقات. نحن كصبايا لسه ما تزوجنا، وصلنا لعمر بال30 بال40، منحس بضغط من المجتمع وكأنه نحن بسباق مع الوقت لنثبت أنوثتنا، وكأنه نحن أنوثتنا بتنعطى قيمة بس عندما يلتفت الرجل لإلها، لأنه هيك ثقافتنا مبنية. الثقافة قالت لنا إنه انربطت قيمة الأنثى بنظرة الرجل. يعني أنت أنثى كافية على قد ما بتجذبي رجل، أنت أنثى كافية على قد ما بيلتفت لإلك رجل، أنت أنثى كافية لما بيطالب فيك رجل. فبالتالي هذه الأفكار لما نحن بنصير بنتبناها من الثقافة لأنها بتصير جزء من الوعي الجمعي، نحن بنصير نحس إنه نحن منا كافيين إذا ما كان في بحياتنا رجل. حتى إنه ببعض الثقافات كلمة امرأة لا نطلقها إلا على الأنثى يلي صارت عندها العلاقة الجنسية، وكأنه أن تصبح الأنثى امرأة هو شرف يمنحها إياه الرجل بناء على العلاقة الجنسية. وأنا برأيي هيدا مفهوم يمحي قدرة المرأة على بناء نفسها كامرأة، بيحصرها بقالب ضيق جدا بنظرة الرجل، ينزع عنها كل مقومات أنوثتها، كل صفات أنوثتها، وكل قدراتها على أن تكون شخص فعال بحياتها وبحياة الآخرين. لهيك نحن لكتير أسباب عم نصير نربط قيمتنا وقيمة أنوثتنا بوضعنا الاجتماعي. وحتى لما منروح نحن على العلاقة، منفوت بعلاقات، منرتبط، منتزوج، هيدا الشيء ما بيلغي هيدي البرمجة، بالعكس نحن منعززها، لأنه منصير نحس إنه أنا بس أنثى كافية لما زوجي بيكون راضي عن العلاقة، أو شريكي بيكون راضي عن العلاقة، أو شريكي مازال يشعر بالانجذاب نحوي، فأنا بعطي قيمة لأنوثتي ولحالي كأنثى مقابل كل هيدي الأشياء تاني. وهيدي الأفكار كمان تدفع الأنثى أن هي تبقى بعلاقات سامة، بعلاقات هي ما بدها إياها، لأنه في جزء منها رح يشوف أن هي ما عاد عندها قيمة إذا هي كانت خارج هذه العلاقة ولو إنها مسيئة. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه هو إذا أنا كنت بهيدي العقلية
شو نوع العلاقات اللي رح أجذبها على حياتي؟ أكيد إذا أنا أعتقد أنه أنا ناقصة أو أنا لست كافية كما أنا، رح كون بعلاقة عم تأكد لي هيدا الشي، رح أتواجد بعلاقات تعزز هيدي البرمجة، رح أجذب أشخاص يعكسوا هيدا الشي لإلي، ورح أبقى ترجم هيدي الأفكار أنا بتصرفاتي، بردات فعلي، بنظرتي لنفسي ونظرتي للعلاقة اللي أنا بكون فيها. فهون لما أنت بتواجهي هيك أسئلة، لما عم تنسألي أنت بمجتمعك ليه بعدك ما تزوجتي، ليه صار عمرك 30 40 ما بقى تلحقي، بذكروكي بالساعة البيولوجية وكل هالقصص، كتير مهم تعرفي إنه اللي عم يسألك هيدا السؤال منه ناوي إنه يجيب لك حل. أوكي، يعني هيدا السؤال مش كتير صعب أو تعجيزي. ليه الوحدة ما تزوجت؟ لسه ما لقيت الشخص المناسب لإلها، ما صار نصيب ونقطة. يعني موضوع ما بده نقاش. فاللي عم يجي يحكيكي يسألك هيدا الأسئلة، أكيد بتلاحظي هن أشخاص منن أنت بتعني لهم، منن أشخاص هن بيحبوكي، ومنن أشخاص هن صادقين معك. في نوعين من الأشخاص رح يسألوكي هذا السؤال. رقم 1، رجل ما عنده نية صافية تجاهك، أوكي، عم يحاول يلعب على وتر هالشعور بالنقص عندك حتى يقدم لك حاله على إنه هو الحل لهيدا الشيء اللي عندك، لهالمشكل الكبير. يصير بيقنعك إنه هيدا مشكل كتير كبير إنك أنت لسه ما تزوجتي، ولما أنت توصلي لما رح تقتنعي رح يقدم لك حاله على إنه هو الحل ولكن بشروطه. أوكي، هذا الشيء ما رح يكون بيخدمك أبداً. فهون كتير مهم إنك أنت تحطي حدود مع هيك أشخاص. هيدا الرجل إذا كان مديرك، زميلك بالشغل، صديقك، مين ما كان، ممنوع يسألك هيدا السؤال. كتير مهم تكوني حازمة جدا في وضع الحدود. هون تقولي هيدا الموضوع مش للنقاش، بس اتزوج وبخبرك. ممكن تلاقيه عم بيحاول يزيد أكتر تخطي حدوده معك بأنه يقلك معقول ما أنت ما عندك احتياجات جنسية، مفروض أنه أنت تلاقي عريس هلأ. فأنت واحدة من الأشياء اللي فيك تعمليها هو أنك تقولي ما بسمح بهذا الحديث، أو فيك تسخفي الموضوع. أوكي، فرجي للشخص الآخر أنه تعليقه سخيف، سؤاله كتير سخيف. قولي له اليوم ما لحقت بلكي بكرة، وخلي طاقتك تبعد عن هذا الشخص. يعني إذا أنت عم تتحدثي معه لتنقول بأي مكان، بدك تلتفتي عنه. أوكي، بتكوني بعتي له إشارة غير مباشرة أنه أنا وقفت النقاش بهذا الموضوع. يعني ديري وجهك وجسمك عنه، بعيد عنه، طلعي بتليفونك، التهي بأي شيء حتى تفهميه أنه الحوار خلص هون، انتهى. وبدك تضلك تعيدي حدودك، بدك تعززي حدودك دايما بأنك أنت تضلك تعيديها، تضلك تفرضي الحدود، لأنه في أشخاص ما بيفهموا من أول مرة. هودي الأشخاص رح يكونوا عم بيقدموا لك حالهم على أنه هن أشخاص كتير محبين، على أنه هو شخص حنون، يمكن بيصير يبعث لك مساجات آخر الليل. هودي كتير انتبهي منهم، لأنه هودي استراتيجيات تلاعب. رقم 2، أنثى رح أسألك هيدا السؤال، هي تشعر بالنقص من حالها، ولكن ما عندها أداة تعامل مع هذا الشعور بالنقص غير أنها هي تسقط عليك حتى تحسس حالها أنها هي تشعر بالرضا عن حالها. أوكي، هيك نوع من أشخاص كمان أنت منك بحاجة لهم بحياتك، أنت بغنى عنهم، فيك تحطي حدود معها بدون ما تخافي أنك أنت رح تخسريها، لأنه خسارة هيك شخص من خسار. أوكي، فيك تسأليها أنه ليه هالقد مهتمة بوضعي الاجتماعي، بس يصير هيدا الشيء أنت أول حدا رح خبره. أو برجع بقول منسخف الموضوع. أوكي، اعمليها مزحة بشكل أنه تفهم
هيدي الإنسانة أو هذا الإنسان إنه سؤالك كتير سخيف، لأنه هو عن جد سخيف. يعني إنه ليش الوحدة ما تزوجت، ليش الصبية ما تزوجت، توصل لمطرح معين وما تزوجت، إنه شو بده يكون السبب؟ يعني الأسباب واضحة كلنا بنعرفها، ولكن أنت منك مضطرة إنك تشرحي أسبابك لحدا، بغض النظر شو ما كانت أسبابك، حتى لو ما كانت كتير شائعة، أنت منك مضطرة تثبتي أي شيء لحدا. ف هودي الأشخاص ما تفوتي معهم بنقاش، رح يحاولوا يجرجروكي يحاولوا يخلوكي إنك أنت تثبتي أي شيء. أنت منك مضطرة تثبتي أي شيء، أوكي؟ هن عارفين إنه هيدا الشيء بيزعج، وهن عم بيحكوا لأنه بيزعج، أوكي؟ أنت بدك تتخلصي من المعنى يلي عم تعطيه لتصرف هالأشخاص، لكلام هيدا الأشخاص عنك أنت، حتى تبطلي تنزعجي. وذكري حالك دايما أنك أنت مش مضطرة تثبتي أي شيء لهم. وهلأ رح أقلك كيف رح توصلي لهيدي المرحلة. الشيء اللي رح يساعدك أنك تحطي حدود مع الآخرين هو أنك أولا تحطي حدود مع حالك، بشكل أنه ما تخلي سؤال هيدا الشخص يعني أي شيء عنك أنت، ما تخلي تعليق هيدا الشخص أو سؤاله يأثر فيكي أنت، أو تحسي أنك أنت أقل بس لمجرد أنه هو ذكرك أنك أنت منك متزوجة، أو أنت لهلأ منك متزوجة. خلي النقاش مختصر جدا جدا جدا، وذكري حالك أنك أنت منك مضطرة تقنعيهم بأي شيء، لأنه كل حدا عم يشوفك من خلال فلتر صدماته، معتقداته، أحكامه المسبقة، فأنت ما فيكي تعملي حرب مع كل هيدا. أوكي؟ نقاشك مع هالأشخاص ومحاولاتك لتثبتي حالك هي حرب مع هيدي الفلتر، هيدي الفلاتر يلي من خلالها عم يشوفوكي، وهيدي ما فيكي تعملي معها حرب، أنت بتطلعي خسرانة، هيدا استثمار خاسر لطاقتك. فما تفوتي معهم بنقاش، هن مش جايين تيناقشوكي، هن جايين بس لهدف معين براسهم، فما تعطيهم اللي بدهم اياه. ودايما تذكري وذكري حالك انه هيدا الشخص عم يبين لك، عم يفضح لك حاله لما بيسألك هيدا السؤال، ولما بيتعامل معك بشكل انت فهماني عليه هو من وين جاي، شو قصده بهيدا السؤال وشو قصده بهيدا التعليق. فلما انت بتصيري تحطي هذه الحدود داخلك، انت بتبطلي تفكري انه انا اشعر بالعار والخجل بسبب انه انا لم اتزوج، لهيك انا بدي اروح اتزوج هلا. يعني ما بعتقد انه لاي انثى بدها تتزوج هيك بس لمجرد انها تتزوج رح يكون صعب عليها ان هي تتزوج. ولكن انت كمتابعة لهيدا الحساب لهذه القناة، انت ما بهمك انك انت تكوني بعلاقة مع اي رجل، انت بهمك علاقة صحية اكيد، ما بهمك علاقة سامة. لهيك ما فيك تفوتي على هيدي العلاقات بهيك عقلية، لانه اذا انت بعقلية هاي الشعور بالخجل والعار والنقص لانك انت ما تزوجتي، هيدا يلي رح تشوفيه بالعلاقة، رح تروحي انت حكما على علاقة منا صحية. فلهيك كتير مهم تبقي واعي على هذا الشيء. اوكي؟ تبقي واعي انه انا شو بدي، انا بدي علاقة صحية، لهيك انا ما رح روح على هيدي العلاقة من هذا الشعور بالنقص او هذا الشعور بالخجل او هذا الشعور بالعار او الشعور بانه انا لست كافية الا لما بكون بعلاقة. فهون أنا يجب أن أبدأ بفك هذا الرابط بين قيمتي كأنثى ووضعي الاجتماعي. واحدة كمان من الأشياء اللي إحدى المتابعات لفتت لي نظر لها، إنه أنا صديقاتي اللي تزوجوا كمان يطلقون الأحكام على الصبايا العازبات لأنه بيخافوا منهم إنه هن ياخدوا منهم أزواجهم. صديقة بتفكر فيكي بهذه الطريقة أنت كمان بغنى عنها. أوكي؟ هلأ إذا أنت كنت لا سمح الله عندك هيدي النوايا، هيدا الحق عليك أنت هون. أوكي؟ ولكن صديقة ممكن تفكر فيكي بهذه الطريقة، هيدي منا صديقة إذا أنت ما أعطيتيها الأسباب طبعا.
فهون خليكي دايما متذكرة انه تصرف الشخص الاخر وتعليقاته وكيف عم يتعامل معك هيدا بانعكاس لما يملكه داخله. اوكي، ما بيعني اي شيء عنك انت. ما تتبني الفكرة، ما تاخديها انت وتتبنيها على انها هي فكرتك عنك انت. اوكي طيب، أول شيء الحل بيبدأ من إنه أنا حدد قيمتي بمعزل عن أي شيء خارج عني. اسألي حالك أنا مين بمعزل عن وضعي الاجتماعي، بمعزل عن شهاداتي، بمعزل عن ما أمتلكه، تنقول جنسيتي أو نسبي أو عائلتي. مين أنا بغض النظر عن كل هاي الأشياء الخارج عني. أوكي، حددي أنت مين حتى تبدأي أنت تشوفي حالك بعيونك أنت مش بعيون الناس حواليك. أوكي، حتى ما تتبني نظرة الآخر تجاهك أنت. وهون كتير مهم إنه نحن نبدأ نتشافى من صدماتنا يلي هي بتأثر على رؤيتنا لأنفسنا. كل ما صار عنا تشافي أكتر، كل ما صار عنا وضوح أكتر لنظرتنا لأنفسنا. وهون فيكي أنت أكتر توصلي لتحديد مين أنت بمعزل عن كل هيدي الأشياء. الصدمات يلي تسبب لنا الشعور بالعار هي دايما الصدمة يلي بتدق بهويتنا، بمين نحن. فهيدي هي الصدمات يلي أكتر شي رح تساعدك إنك تتخلصي منها. أوكي، إنك توصلي لمطرح إنك أنت تشوفي حالك وقيمتك بمعزل عن أي شيء خارج عنك. أوكي، لهون أنا لازم أتشافى من هيدي الصدمات، طبعا بالرجوع لأخصائيين بيستخدموا العلم بتشافي الصدمات. وهيدا يلي أنا بقدم لك إياه ببرنامجي التدريبي، منهج علمي لتشافي الصدمات. مش مثل ما مدربين اليوم عم يطلبوا من المتدربات إنه يكتبوا الصدمة. مؤخرا سمعت حدا عم يقول إنه مدربة طلبت منها إنها تكتب الصدمة. هذا الشيء أبدا منه صحي، ومش هيك بيصير تشافي الصدمات. لهيك تكون في كتير مهم يكون في عنا دراسة نحن ملمة بالصدمات، عن عمل الجهاز العصبي وعن التشافي بطريقة ملمة بالصدمات. فهون أنا لما أبدأ أنا أبني هيدي الصدمات، أنا سأتوجه نحو العلاقة من هالاحتياج الطبيعي الفطري كأنثى أريد أن أؤسس عائلة مع رجل. ما بقى رح روح من احتياج آليات الحماية عندي، إنه أنا بدي كون معك حتى سكت العالم، بدي كون معك حتى ما بقى حدا يسألني ليه ما تزوجتي، بدي كون معك حتى ما بقى حدا يقول لي إنه أنا أقل لأنه أنا مش مع رجل. أوكي، كل ما تشافينا أكتر كل ما دوافعنا ل أن نكون في علاقة صارت صحية أكتر، وبالتالي بتزيد فرصنا أنه نحن نكون بعلاقة صحية. فهون كمان كتير مهم ننتبه من بعض المدربين كمان بيحسسوا الأنثى بالعار والخجل من هالحاجة الطبيعية اللي عندها إياها إن هي تكون مع رجل تأسس عائلة. هيدي حاجة طبيعية وموجودة عند كل أنثى. ممنوع ولا أي حدا يحسسك بالخجل والعار بسببها. حتى لما بيكون في عندك هيدا الاحتياج إنه أنا بدي روح أتزوج بس تسكت الناس، صح إنه هو احتياج مبني على خوف، مبني على صدمات، ولكن ممنوع أي حدا يحسسك بالخجل أو بالعار منه. أوكي، لأنه صدماتنا نحن ما قلنا إيد فيها، وآليات الحماية ما قلنا إيد بكيف بتترجم حالة. أوكي، ممنوع حدا يحسسك بالخجل أو العار لأي سبب. فهون أنا كل ما تشفيت أكتر، كل ما اتضحت رؤيتي لنفسي أكتر، كل ما اتضحت قدامي حقيقتي أكتر، وكل ما عرفت أنا مين وبنيت هيدي الهوية على أساس صلب. أوكي، على أساس قوي بعيدا عن أي شيء خارج عني. وكل ما صلحت علاقتي بحالي كل ما قدرت أكون شريكي أفضل للرجل. هيدا ما فيه نقاش، كلنا متفقين على هيدا الشيء. وهيدا اللي حكيت عنه بكتاب قوة الأنوثة، بجزء الأنوثة في العلاقات. هو جزء كبير شوي من
من الكتاب الأنوثة في العلاقات. بداية بعطيكي مجموعة أسئلة تبدأي تجاوبيها حتى تبدأي تأسسي لعلاقة صحية مع حالك. ثم في كمان تمارين تانية حضرت لك إياها على شكل هيك تابلو، حتى تبدأي تشوفي شو هي قيمك بالحياة، كيف تجسديها حتى تجسدي أنوثة ذات قيمة عالية. ثم منروح على علاقتك مع الرجل، وكيف تجسدي أنوثة ذات قيمة عالية بعلاقتك مع الرجل. لأنه الرجل اللي أنت بدك إياه منه مهتم بأنثى ينقذها من صدماتها، منه جاي ورا أميرة ينقذها من كل شيء هي عم تمرق فيه. هو يبحث عن الملكة يلي أنقذت نفسها بنفسها وحققت التشافي وحققت توازن داخلها، لأنه بده يستثمر بقوتها هي كمان حتى يبنوا مع بعض هالرؤية المستقبلية اللي عندهم إياها اثنيناتهم. فما فيك تحملي الرجل يلي بدك إياه مسؤولية تشافي جراحك، ما فيك تحمليه مسؤولية إنه يكون الأب والأم لطفلتك الداخلية المجروحة. هاي شغلتك أنت يلي بدك تحققي التشافي لهيدا الجزء المجروح منك حتى تكوني شريكة أفضل لهيدا الرجل. حتى الرجل اللي بدك إياه أنت أصلا صرتي بتعرفي مين هو الرجل اللي بدك إياه وشو هي طبيعة العلاقة اللي بدك إياها، بس ما فيك تحصلي على هيدا الشيء وأنت بعدك تحت تأثير صدماتك ومعتقداتك السلبية عن حالك وعن أنوثتك. فالرجل الملك مش مهتم أبدا بالطبطبة على الإيجو المجروح تبعك، أوكي؟ ما رح يطبطب على جراحك، ما رح يطبطب على صدماتك، رح يقدم لك الدعم بوجود استعدادك أنت لأنك أنت تمشي بطريق التشافي. فإذن بدي فك هالارتباط بين قيمتي ووجود الرجل بحياتي بأنه هيدي الخطوات يلي حكينا فيها، وتبدأي أنت تشوفي أنوثتك بطريقة مختلفة. يعني في واحدة من الصبايا سألتني رندا كل هالجمال وكل هالذكاء بعدك ما تزوجتي؟ ما بصدق. فكان جوابي لإلها إنه هيدا الجمال والذكاء وهالأنوثة اللي ربنا عطاني إياها هي مش وديعة مؤقتة لبين ما يجي رجل يعطيها قيمتها. هيدي أمانة من ربنا حتى أنا أولاً أبدأ أعطيها قيمتها، قدرها، أكون ممتنة لربنا عليها واستمتع فيها. أنا استثمر فيها صح، أن أزيد على قيمتها، أوكي؟ ابنيها أكتر ونميها أكتر، وابدأ أنا ضيف قيمة على عالمي من خلال كل هالاشياء اللي بتعطيني إياها أنوثتي. فأنوثتك هي أول شيء لإلك، أولاً وآخراً هي لإلك، هي منا شيء موجود مؤقتاً لتجي أنت تقدميه للرجل. أنوثتك ما بتنعطى قيمة بس لما تتزوجي، ما بتنعطى قيمة بس لما الرجل يشوفها. أصلاً الرجل ما رح يشوفها إذا أنت ما شفتيها. إذا أنت ما تعلمتي كيف تعطيها قيمة، إذا أنت ما تعلمتي كيف تكوني مستمتعة فيها، ما رح يعرف كيف يستمتع فيها هو. أوكي؟ فكتير مهم تنتبهي لوين أنت عم تربطي هودي الموضوعين ببعض. كمان أنا بدي أسمح لحالي إنه أنا اكتشف حالي وحب حالي وأعرف حالي كيف بنحب. أوكي؟ وهيدا كمان ذكرته بكتاب قوة الأنوثة، هلأ حاليا موجود بمعرض القاهرة دول الكتاب، وفيكم تطلب، وصار موجود بكل مكتبات جرير بدول الخليج. كمان ركزت بكتير من أجزاء من هذا الكتاب إنه كيف أنا اكتشف حالي، كيف اكتشف صفات الأنوثة فيي وكيف عم تعبر حتى أبدأ حب حالي أكتر وأعرف حالي أنا كيف بنحبه. على هذا الأساس أنا كمان بدي اختار الرجل بحياتي. فأنا بدي روح على العلاقة من منطلق أنه أنا عارفة أنا شو، أنا عارفة أنا مين، أنا عارفة ما هي قيمي، ما هي أولوياتي. وكل ما تشفيت أنا من صدماتي كل ما هيدا الشي صار
أوضح لإلي، لأنه هذا اللي رح يعطيني علاقة اللي بدي إياها. برجع بقول أنت كمتابعة لهذه القناة أنت بهمك علاقة صحية، بس ما فيك تروحي على العلاقة الصحية بالجزء المجروح منك، بدك تروحي بالجزء المتشافي. كمان في موضوع بحب أنا دايما، أنا شخصيا بحب ذكر حالي فيه، ويمكن أنت يساعدك برحلتك، هو أنه أنا دايما بذكر حالي أنه روحي ذكية، اجت على هالعالم لتختبر عقود روحية فيها لإلي رسائل نمو، فيها لإلي مساحة لأنه أنا أتطور، ولأنه أنا أكسب حكمة، ولا أتعلم عن حالي أكتر وعن الآخرين وعن العلاقات أكتر. فأنا بوثق بذكاء روحي، ولا أعتبر أنه أنا مرقت، مثلا إذا أنا مرقت بكتير علاقات، أنه أنا ضيعت وقت، أو أنه أنا خسرت، أو أنه أنا تأخرت، أو ما لحقت، أو ما بعرف شو رح يصير. أوكي، أنا أثق بذكاء روحي وبهيدي العقود الروحية اللي قررت أن تختبرها روحي بهذا العالم. نحن يا عزيزتي لا نجذب الحب، نحن نصبح جاهزين له. اوكي، نحن منصير جاهزين لعلاقة صحية بأنه نحن نبنيها داخلنا أولا، أن نبني أسس هذه العلاقة داخلنا أولا، نبني مع حالنا علاقة صحية أولا، ثم بدي أوصل لمطرح أنا اشتغل على تشافي الذكورة. على قد ما اشتغلت على تشافي الأنوثة بدي اشتغل على تشافي الذكورة، وهيدا يلي ذكرته كمان بكتاب قوة الأنوثة، التوازن بين الأنوثة والذكورة ودور الذكورة في العلاقات. ليش؟ لأنه على قد ما بشافي الذكورة داخلي، على قد ما بصير قادرة أشوف الذكورة المتشافية خارج عني. على قد ما بتعلم أعطي قيمة وأقدر الذكورة داخلي، على قد ما بكون قادرة أنه أنا أقدر وأعطي قيمة للذكورة خارج عني، وبالتالي أنا صرت شريكي أفضل بالعلاقة، وعندي فرصة أفضل أنه أنا أكون بعلاقة صحية أكتر. فما فينا نكون بعلاقة صحية ونحن هاملين دور الذكورة. كمان كتير مهم أعرف أنه أنا بمشي بهيدي الرحلة باتجاه أنه أنا أجهز حالي للعلاقة اللي بدي إياها، أو أنه تتجلى هالعلاقة اللي بدي إياها، بأنه أنا أتبع حدسي. أوكي، حدسي هو جزء كتير مهم من هيدي الرحلة، وأنا حكيت عن هيدا الشيء، عن أهمية الحدس بورشة عمل اسمها الحدس الأنثوي. إذا بدك تركي لي تعليق بكلمة الحدس الأنثوي بعطيكي رابط هيدي الورشة العمل، ورح أترك رابطها كمان بالصندوق الوصف. وإذا بتروحي على القناة تبعي تحت عنوان ورشات عمل رح تلاقيها. ورشة عمل هي طويلة شوي عن الحدس، شو هو، شو بيقول العلم عنه، وكيف فينا نفعله داخلنا. فحدسك رح يبقى يدلك كيف تمشي بهيدي الرحلة لتوصل اللي انت بدك اياه. ومش بس بدلنا بعلاقاتنا، بدلنا بكل شيء تاني، بشغلنا، بدلنا بعلاقتنا مع حالنا، بأي شيء أنا معلومة أنا بحاجة أعرفها بتساهم بأنه أنا أوصل للي بدي إياه. حدسي دايما موجود حتى يحكيني، ولكن كل ما بشافي أنا صدماتي أكتر، كل ما أكون أكثر قدرة على أن أستمع لهذا الذكاء اللي موجود داخلي. كمان لما أنا أبدأ شافي هالصدمات، أنا شو عم بعمل؟ أنا عم صير أقرب لحقيقتي، عم صير متناغمة أكثر مع حقيقتي، عم كون حدا عنده كتير مصداقية أكتر، عم كون حدا حقيقي أكتر. وهيدا الشيء بيريح الرجل معي بالعلاقة، لأنه بيكون هو كمان قادر يكون على حقيقته، بيكون قادر يعبر عن قيمه وكل ما هو مهم بالنسبة له، مثل ما أنا كمان نفس الشيء عم عبر عن حقيقتي. وهيدا اللي بيخلي الأشخاص المتناغمين معي إنه ينجذبوا لإلي، مش بس كشريك حياة، كمان كأصدقاء وأشخاص كون معهم بعلاقات عمل. حتى لما بجسد حقيقتي أكتر، الأشخاص المتناغمين معي مع هذه الحقيقة، مع هذه القيم التي أجسدها، بيصيروا أكثر انجذابا نحوي. ليش؟ لأنه أنا حكما بصير أكثر جاذبية، لأنه حقلي الطاقة بصير أكثر تناغما. لما بتصير أفكاري عم تنعكس بتصرفاتي، بمشاعري، بردات فعلي، بكل شيء أنا عم بعمله،
فصار في هيدا التناغم بين عالمي الداخلي وعالمي الخارجي، حكما أنا صرت أكثر قدرة على أن أجذب الأشخاص المتناغمين معي، واللي أنا كمان رح كون متناغمة معه. وآخر شي بدي أقوله، وهو موجود دايما من أول لحظة، أوكي صح أنا عم بذكره آخر شي، ولكن هو ببلش معك من أول شي، هو إنه في توقيت إلهي لهيدي الرحلة. لازم أنت توصلي لمطرح إنك أنت تسلمي لهيدا التوقيت، وتوقيت ربنا دايما، وأنا متأكدة إنك بتعرفي هيدا الشي كتير منيح وشفتيه أنت بحياتك، إنه توقيت ربنا أجمل بكتير من أي توقيت أنت بتحطيه، وتدبير ربنا أجمل بكتير من كل شيء أنت بتخططيه له وكل شيء أنت بتفكري فيه. هيدا الشيء لما أنت بتسلمي له وبتسمعي لحدسك أكتر، رح توصلي لمطرح إنك أنت تقفي بين دين رب العالمين وتقولي له أنا جاهزة. بس هالمرة بتقولي أنا جاهزة بكل خلية من جسمك، روحك عم تقول أنا جاهزة، مش مثل ما كنتي بالأول عم تقولي أنا جاهزة بس لأخلص من هيدا الألم. أنا جاهزة لأنه صرت عارفة حالي إنه أنا عملت الشغل اللي علي، وصلت لهالمرحلة من التناغم، وهلأ أنا جاهزة للمرحلة الثانية لأني يكون أنا شريكي بعلاقة صحية مع رجل متشافي ومتوازن. ودايما تذكري إنه كل أنثى عم تختار طريقها بهالحياة عم تجسد رغبة روحها بهالحياة. وإذا رغبة روحك ما كانت إنك أنت تكوني مع رجل، إنك أنت ما كانت إنه أنت تتزوجي، يعني تقبلي هيدا الشيء، أوكي؟ مش بس لأنه الثقافة قالت لك إنه كل امرأة يجب أن تتزوج عفوا، أو كل رجل يجب أن يتزوج، يعني هيدا اللي لازم يكون، يعني هيدا يلي روحك أنت إجت حتى تعمله بهذا العالم. إذا ما كانت رغبة روحك ما تجبري حالك فيها أبدا، تقبلي هيدا الشيء وثقي بذكاء روحك، وثقي بحدسك، وثقي بتدبير ربنا وبتوقيته. فهيدا اللي كنت حابة أقوله بالنسبة لهيدا الموضوع، لأنه في كتير صبايا تواصلوا معي وسألوني إنه أنا أشعر بالخجل أو بالعار بسبب ما أشعر به. بتمنى إنه هيدا الفيديو يكون عطاكي بعض الخطوات العملية اللي رح تساعدك إنك أنت تتعاملي بشكل أفضل، تقدمي أداء أفضل بهيدي المواقف. ولكل أنثى مهتمة بأن هي تشافي أنوثتها، توازنها مع الذكورة حتى تكون أكثر استعدادا لأنها تكون بعلاقة صحية، أنا بدعيك تتواصلي معي عبر الإيميل اللي رح أتركه بصندوق الوصف، حتى التقي أنا وياكي عبر جلسة استشارة حتى أتعرف عليكي، أفهم منك شو هي التحديات اللي عم تواجهيها، وخبرك كيف برنامج التدريبي بيساعدك أنك أنت تتخلصي من صدماتك، تتخطي هيدي التحديات، وتجسدي أنوثة متشافية ذات قيمة عالية.